هنتكلم في الفيديو ده ازاي انا اقدر ان انا اشتري الكورس. اول حاجه انا عندي هنا 3 اختيارات ان انا اقدر ان انا اضيف الكورس في الويش ليست بتاعتي، احتفظ بيها في الويش ليست لحين ان انا اشتريها وقت تاني، واقدر كمان ان انا اضيفها للكارت عندي. تمام. من هنا بيظهر معايا ان هي الكارت، الكورسات اللي انا ضايفها في الكارت عندي، ان انا لو معايا كوبون فانا اقدر ان انا احصل على كوبون خاص، وان انا اعمل له ابلاي، وان انا كمان ان انا اقدر ان انا ابعت الكورس هنا بعد ما اشتري طبعا، إن كهدية لحد ان هو يشترك فيه مكاني. طيب احنا هنا هنعمل continue to payment علشان نقدر ان احنا نشتري في الكورس. فانا عندي هنا ظهر معايا 3 وسائل دفع: بيبال، سترايب، او اوفلاين بيمنت. بيبال طبعا هيوديني على صفحة الاكونت بتاعتي ان انا هنا، او ان انا احجز عن طريق كريدت كارد. الاسترايب ان انا اقدر ان ادفع عن طريق الاسترايب او اوفلاين بيمنت، ان انا ببعت فودافون كاش او انستا باي او اي وسيلة دفع متوفرة فوري. وببعت هنا، باخد هنا سكرين للرقم وبعمل بيمنت اوفلاين. ولنفترض ان انا هنا معايا السكرين، فانا بعمل بيمنت اوفلاين فيوصل للادمن صاحب الكورس، وبعد كده ان هو يابروف او لا.